تماشيا والسياسة الجديدة التي سطرتها الحكومة من أجل إعادة ترتيب بيت العمل النقابي في الجزائر، وفور الشروع في تنفيذ بنود القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، قيادات المركزية النقابية التي تمثل أكبر تجمع عمالي في البلاد تجتمع لتضبط أجندتها وتسطر الخطوط العريضة من أجل إعادة اتحاد العمال إلى سكته الصحيحة بعد سنوات من التيهان والتشتت. الاتحاد العام القديم انتهى بأخطائه بمساوئه، ولكن نبقى على مبادئ عيسى تيدير ومبادئ عبد الحق بن حمودة ومبادئ النقابيين الشرفاء النزهاء اللي دائما كانوا من أجل استقرار بلادهم، دائما كانوا السباقين من أنقاذ الجزائر، السباقين من الدفاع عن حقوق العمال والدفاع عن وطنهم. التوجه الجديد للمركزية النقابية وإن جاء بعد مطبات وعثرات كثيرة زادت من حجم شتات النقابيين لأكثر من عشريتين كاملتين، سنوات مرها أدخل مناضلي الاتحاد في صف واحد بغاية واحدة وهدف واحد، للعمل في الأساس على لم الشمل وتحصين حقوق العامل قبل النقابي. شعارنا هو توحيد الصفوف، هو لم الشمل، لم الشمل كل نقابين ونقابيات، كل بأفكاره وكل بعناوينه. لما يكون لم الشمل والتسامح والتغافل بعضنا البعض، استقرار يكون ويكون الاحترام متبادل. حتى يعني السلطات العليا للبلاد اليوم كلها تسعى الى لم الشمل الجزائري، ونحن ننخرط في هذا المسعى، ننخرط فيه من اجل لم الشمل كل نقابين وكل العاملات والعمال تاعنا، يكون عندنا احترام متبادل ويكون عندنا استرجاع الثقة. إعادة ترتيب أوراق بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال تسطير خارطة طريق جديدة تعتمد على بلورة قانون أساسي ونظام داخلي جديد ستشكله قاعدتها النضالية وفق أطروحة ومقاربة غايتها تحضير الأرضية الجيدة لانتخاب قيادة جديدة خلال المؤتمر المزمع تنظيمه هذه الصائفة.